المنتخب الفرنسي يفقد لاعبين مهمين قبل مواجهة المغرب. كشفت مصادر إعلامية قبل قليل أن المنتخب الفرنسي قد يفقد خدمات لاعبين مهمين داخل التشكيلة الرسمية قبل مواجهته للمنتخب المغربي غدا الأربعاء ضمن نصف نهائي كأس العالم قطر 2022. وقالت ذات المصادر إن الأمر يتعلق بكل من رابيو وهو لاعب وسط الميدان ثم اللاعب الثاني أوباميكانو. مصادر ذاتها كشفت أن اللاعبين لم يتدربا رفقة المنتخب الفرنسي اليوم ومن المحتمل غيابهما عن المباراة غدا. وقال ديشامب في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الديوك وأسود الأطلس إنه وباقي أعضاء طاقمه الفني رصدوا قوة الجمهور المغربي ومساهمته في دعم النخبة الوطنية للوصول إلى المربع الذهبي. واعتبر ديشامب أن صوت الجماهير المغربية عال جدا، مبرزا أنه وطاقمه الفني رصدوا ذلك وتحدثوا مع اللاعبين عن هذا الأمر ليضعوه في الحسبان. واعترف ديشامب بقوة دفاع المنتخب المغربي بدليل أنه لم يتمكن أي فريق من إحراز هدف في مرماهم، مضيفا بالقول: صحيح أنهم كانوا أقوياء جدا على صعيد الدفاع، هم ليسوا فقط جيدين في الدفاع لكنهم دافعوا أكثر من أي فريق آخر ويتوفرون على أحسن دفاع في المونديال. وأوضح مدرب الديوك أن المنتخب المغربي منظم ويتوفر على مهاجمين جيدين خصوصا على مستوى الجناحين، مشيرا إلى أنه شاهد جميع مباريات المنتخب المغربي ودون بعض النقاط المفتاحية من أجل اختراق دفاعه. نتمنى لمنتخبنا الفوز في هذه المباراة والمرور إلى الدور النهائي.